الرياح العاصفية القوية تخلف 3 ضحايا بإقليم الناظور. وفي التفاصيل تعرف المدن الشرقية للمملكة تقلبات جوية قاسية، حيث شهد إقليم الناظور أمس الثلاثاء رياحا عاصفية قوية. ووفق مصادر مطلعة فقد لقي شخصين مصرعهما يوم الاثنين 26 من فبراير الجاري بسبب الرياح القوية بدوار الشاضية ودوار القماش في جماعة سلوان التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور. وتوفي الشخص الأول وهو من مواليد مدينة قرسيف، كان يشتغل كعامل بناء بعدما تسببت الرياح القوية في انهيار حائط منزل بدوار الكماش بجماعة سلوان. بينما الضحية الثاني وينحدر من الراشدية فقد سقط من الطابق الأول لمنزله الذي كان يقوم بصباغة واجهته. وتسببت عاصفة الرياح القوية يوم الثلاثاء كذلك على مستوى جماعة أفرا بالناظور في وفاة حداد كان يشتغل في شركة لتدوير البلاستيك. هذا وتسببت الرياح القوية في سقوط المعني بالأمر على ارتفاع 5 أمتار، مما أدى إلى وفاته بعين المكان جراء الصدمة المفاجئة والارتطام بالأرض.